في عالم الاستثمار يلجأ العديد من الأفراد إلى التداول في الأسواق المالية عبر العقود مقابل الفروقات CFDs مثل الفوركس والمعادن باستخدام الرافعة المالية العالية، ظنا منهم أنهم يمتلكون أصولا حقيقية. ولكن في الواقع أنت لا تشتري شيئا ملموسا، وإنما تراهن على تحركات الأسعار فقط، وهو ما يجعل هذا النوع من التداول محفوفا بالمخاطر، حيث يمكن أن تخسر رأس مالك بسرعة بسبب التقلبات العنيفة في الأسواق. إذا كنت تفكر في استثمار أموالك بطريقة أكثر أمانا، فمن الأفضل البحث عن الأصول الحقيقية مثل الذهب الفعلي، العقارات، أو الأسهم، فهذه الأصول لها قيمة حقيقية ويمكن أن تكون وسيلة أكثر استقرارا للحفاظ على ثروتك وتنميتها على المدى الطويل. بالنسبة لمن يرغبون في الاستثمار في الأسهم، فإن الأسهم المصرية تعد خيارا يستحق الدراسة. قد تلاحظ أن السوق يتحرك في نطاق عرضي هذه الأيام، لكن الصبر هو مفتاح النجاح في الاستثمار، خاصة أن الأسواق تمر بدورات صعود وهبوط، ومع الوقت يمكن أن تحقق عوائد جيدة. ومن حيث القدرة الشرائية، فإن مبلغ $1000 أمريكي، أي ما يعادل تقريبا 50,000 جنيه مصري، يمنحك قوة شرائية متوسطة تمكنك من تنويع محفظتك الاستثمارية والبدء في تكوين استثمار مستقر. في النهاية، اتخاذ القرار الاستثماري يجب أن يكون مبنيا على دراسة ووعي بمخاطر كل نوع من الأصول. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول أي خيار استثماري، فلا تتردد في السؤال.